بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. نصلي بقى على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا بقى يا حبايبي، النهارده مشوار كل اول شهر. انا اجلته امبارح لان امبارح كان عندي شغل، فانا النهارده فاضيه، ما عندي اجازه، فلازم اعمل كل ده اول يوم في الشهر. تعالوا بقى ازاي هندبر حالنا. الناس اللي بتسألني على الزيت والسكر وانتي بتجيبيهم منين والاكل والحاجات دي، هجاوبكم على كل حاجة دلوقتي ويا رب بقى كده اكون بساعدكم. وانا بصراحة يعني بتشكر لكم جدا لكل الناس الجديدة اللي دخلت وبتحبني في التعليقات بتاعتكم بصراحة بتحسسني بجد بجد ان انا بعمل حاجة. بصوا، انا شغلي الحمد لله محبوبة فيه لان انا مدرسة رياضيات، فانا كل الولاد بيحبوني، بس يعني حبكم ليا انا بقى ايه، يعني ده حاجة حلوة قوي بالنسبة لي بصراحة. يعني انا اول مرة احس ان الناس كلها الحمد لله الحمد لله بتحبني واولياء الامور وكده. بس انا يعني لما دخلت الميديا جديد، السوشيال ميديا وكده، ما كنتش عارفة اي حاجة في اي حد، في اي تعليق بيجيلي بصراحة. انا مش بطول، بس انا عايزة اشكركم كلكم كلكم كلكم، كل اخواتي اللي بيكتبولي وبيشجعوني. انا بصراحة مش عارفة اشكركم، لو قعدت الفيديو كله هتكلم عليكم انا مش عارفة اقول ايه بصراحة. ربنا كده يخليكم ويسعدكم ويديكم كل الخير يا رب، ويبارك كده في كل عيشتكم. ربنا سبحانه وتعالى مبارك لي في عيشتي الحمد لله، والله الحمد لله. عندي حاجات كتيرة وربنا وعدني بزوج واولاد، عشان في ناس كانوا قايلين لي عرفي نفسك. انا اسمي السيدة حسن وانا من اسكندرية وانا عندي بنتين، وعندي جوزي ربنا يخليهولي يا رب، وعندي اخواتي ربنا يخليهم لي، واخوات جوزي برضو ربنا يخليهم لي. احنا في بيت عيله، بس حماتي الله يرحمها ماتت. فانا بقى هقول لكم، هي ماتت من سنتين وانا وقفت بصراحه تصوير. يعني من ساعه ما هي ماتت، انا داخله من زمان، بس انا وقفت حوالي سنتين كده بعد ما ماتت. اول ما ماتت انا وقفت، فرجعت تاني. حماتي بقى الله يرحمها كانت دايما بتدعيلي بالستر، وفعلا هي وامي والله ربنا يخلي لي امي يا رب. كانت دايما تدعيلي بالستر، ففعلا فعلا يعني ستر ربنا معايا، ودايما بيتي ما بينقصوش اي حاجه اي حاجه. فانا النهارده بقى اخدت ال 100 جنيه مصروفي اللي انتوا كل شويه تقولوا لي 100 جنيه بتعمل ايه، اخدتها مصروفي وقلت يلا بقى انا هروح اجيب بقى ايه واملى البيت خير. اول حاجه انا جبتها الصبح بصراحه، انا جبت العيش. بصوا انا هوريكم اهو، انا بجيب يعني مش في الشهر، يعني لو خلص بجيب تاني، بس احنا مش بنحب العيش قد كده، يعني مش بناكله كتير يعني، وانا خصوصا انا مش باكله خالص نهائي. فانا بعمل ايه؟ بجيب 60 رغيف وبعملهم كده 10 يبقى ده اول مشوار. انا رحت الصبح جبت العيش وحطيته كده وربطته عشان احطه في الفريزر. طيب تاني حاجه بقى رحت جبتها ايه؟ رحت جبت التموين. التموين بقى من زيت وسكر وحاجات. بصوا بقى، انا اول ما اتجوزت ما عنديش بطاقه، كانت حماتي الله يرحمها هي اللي بتجيب لي العيش وبتديهولي، وامي برضو كانت بتديني العيش. فانا بعد ما حماتي ماتت طبعا البطاقه المفروض اخت جوزي هي اللي كانت فيها بصراحه. فاخت جوزي بصراحه ربنا يخلي لها اولادها، ام محمود بصبح عليها برضو ربنا يخليها لي، قالت لا سيدة تاخد البطاقة التموين، فعطتها لي. هي البطاقة فيها 4 أفراد، جوزي وأخته واتنين ولادنا. خلاص أنا بقى التموين بتاعي عند ماما، بس هي في مصر دلوقتي قاعدة مع أخويا ربنا يديها الصحة والعافية، بس هي حرام كل شهر بتديهولي يعني. خلاص ليه؟ يعني بتديني كل شهر التموين بتاعي، فانا بزود على دول التموين بتاعي. خلاص بس ماما مش موجوده، دولها بقى تيجي عشان هي خلعت من هنا وراحت مصر. بصوا بقى التموين بقى بتاعي ايه، انا بجيب كل شهر الحاجات اللي انا هوريها لكم دي. بس انا بصراحه النهارده جبت مكرونه عشان ما كانش عندي مكرونه ولا رز، وهقول لكم انا جبت كمان ايه. بصوا احنا قلنا 4 تنفار، ال4 تنفار دول ليهم ايه؟ ليهم 4 ازايز زيت زي ما انتم شايفين، والزيت ده بيكفيني والله. انا هطلع اهو الحاجه قدامكم، 4 ازايز زيت. انا لسه جايه من بره. تعالي يا نونو، مريم تعالي خدي نونو يا مريم. اهو 4 ازايز زيت ماشي. طبعا انا بجري عشان مريم مسائي
وعماله اجري عشان اجيب الحاجات دي قبل ما هي ايه بتقولي يلا ماما عشان توديني بسرعه. يوم اجازتي ده ما بطرحهمش فيه. وجبت ايه تاني؟ جبت 4 اكياس مكرونه. بصوا اهو 4 اكياس مكرونه باشكال مختلفه. انا قلت له نوعهم عشان احنا لما بعمل كيس واحد بس، يعني بعمل كيس واحد بس اهو. 4 اكياس مكرونه قدامنا. وكمان جبت اهو شعريه عشان نعمل شعريه باللبن كده. يبقى ايه؟ يبقى 4 اكياس مكرونه. وكمان جبت ايه يا حبايبي؟ تعالوا بقى نطلع كده. جبت كيلو رز. هو عطاني كيلو رز بس رز نضيف والله اهو. كيلو رز، عطاني كيلو رز. وعطاني 4 سكر بس انا مش هعرف اطلع السكر. بصوا هما 4 اكياس سكر اهي، بس انا مش هعرف اطلعه عشان كان فيهم واحد مفتوح يعني، فانا مش هيبهدل لي الدنيا. عمل مفضي بقى اهو 4 اكياس سكر. على فكره احنا ما بنستخدمش في الشهر كله غير كيس سكر. انا ما بشربش الحاجه بسكر خالص. عيالي نفس الحكايه. لو عملت لهم كيكه او حاجه بنحط سكر قليل. مفيش هو غير جمال بس هو اللي بيحب السكر، فممكن يعني انا اقل واحده متهيالي بستخدم سكر. وجبت كمان 5 اكياس ملح عشان الملح بينفع في البيت انتوا عارفين. طب وجبت ايه تاني بقى؟ فكروني. انا اسكت بقى ما اسكتش طبعا انتوا عارفين ان انا ماشيه في الشارع عماله ابص على الحاجات. قمت جايبه بقى، طبعا احنا بنحب الرز فكيلو رز مش هيكفينا، فدخلت كده عند العطار اللي جنبينا هنا لقيت الكيلو ب 28 جنيه. فقمت جايبه 2 كيلو. جبت 2 كيلو مع الكيلو اللي انا جبته في التموين. طبعا ان شاء الله باذن الله كل الحاجات دي هتكفي ان شاء الله خلال الشهر باذن الله. يبقى كده عندنا 3 كيلو ايه رز. طيب وجبنا ال4 سكر و4 زيت. والله العظيم ببركه ربنا. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان تشوفي كل حاجه مفيده ليكي. والله بجد انا بقول لكم اللي بيحصل في بيتي اللي انا ماشيه عليه بقالي حوالي 16 17 سنه، يعني احنا خلصنا 16 اهو داخلين في ال17. فانا ماشيه على كده من زمان وبيوفر. وهتقولي لي الزيت بيوفر. في بدايل انا مش بقلي عشان انا شايله المرار فمش بقلي. بعمل الاكلات بمعلقه زيت او معلقتين زيت بس. يعني التحمير ده هو بنتي مريم بس اللي بحمر لها بطاطس، يعني كل يوم هي بتحب البطاطس فهي الوحيده اللي بتستخدم الايه الزيت فينا. يعني يمكن الزيت ده عشان خاطر مريم مش عشان خاطر. طيب اسكت بقى انا؟ لا معايا لسه بقيه ال100 جنيه مش عارفه اوديها فين. بصوا بقى قمت جايبه ايه؟ لقيت الطماطم ب7.5 والله ب7.5. هنا لقيت واحد واقف بيها فدي انا هعملها. انا كان عندي بس دي هعملها صلصه. خلاص هغسلها بقى كويس واعملها ايه صلصه. هي دي لا هي مش بايظه هي فيها بس طينه كده. فال2 كيلو دول ب15 جنيه. قلت بقى اعملهم صلصه بالمره عشان طالما اول الشهر عشان ايه انتوا عارفين ببقى مستعجله وعايزه اعمل الاكل بسرعه بسرعه بسرعه. فدول ب15 جنيه واحنا قلنا 56 الرز اللي انا جبته ال2 كيلو اللي هم بره التموين. طيب جبت ايه تاني؟ برضو ماسكوتش. انا لسه معايا فلوس انتوا عارفين الستات كل ما يبقى معاها فلوس لازم تخلص. جبت بقى بصوا لقيت البطاطس دي ب10 جنيه. جبت 3 كيلو عشان مريم لو ما فيش بطاطس في البيت يعني انتوا ما تعرفوش هي بتعمل فينا ايه. انا كل يوم قبل ما تروح المدرسه لازم احمر بطاطس. بصوا دي لقيتها ب10 جنيه والله. وانا كنت قال للراجل انا عايزاها رفيعه بس لقيتها حلوه يعني فيها حلوه ممكن تتخرج كده وتتعمل صوابع اهي. بصوا هوريها لكم. دي كده ب30 جنيه. يبقى احنا جبنا البطاطس. والله انا بنهج لان انا جايه لسه والله من بره. انا دلوقتي لسه جايه من بره بس قلت اعمل لكم الفيديو عشان لسه هروح اودي مريم وكنست ولسه بقى هنضف البيت عشان القطه بتاعتي دي مبهدله لي الدنيا. طبعا لازم كل حاجه تتعمل مكانها وتتنضف لانها هي بتقعد في كل حته والفرو بتاعها ده بينزل في كل حته والله. وطبعا هم عيالي مش عايزين يسيبوها. قلت بقى اعمل لكم الفيديو ده بسرعه معلش.
والله انا مش قادره، بس من كتر ما انا بنهج وانا جايه. وان شاء الله باذن الله هي دي بقى حاجتي اللي انتوا عمالين تقولوا الزيت والسكر. الزيت والسكر ده بيكفيني الحمد لله، ولسه بقى ماما لما تنزل من مصر كمان هتديني نصيبي في الزيت، هتديني ازازه زيت وكيس سكر، ما اكذبش عليكم. هي ربنا يخليها لي والله، اللي احنا عايزينه بناخده، بس هي ايه، انا يعني بقول لها ماما هاتي يا ماما لما بتيجي. وكده يبقى عندنا السكر والزيت. والله بجد والله دعوة حماتي ودعوة امي لغاية دلوقتي ساترة بيتي والله بجد. وطبعا اخت جوزي جميلة، هي والله يعني اقول لكم ايه، هي ساعات هوريكم بقى هي بتجيب لي ايه. بس انا النهارده والله انا ما فتحت التلاجة، هوريكم في فيديو جديد. هي كل شهر بتجيب لي حاجات جميلة والله، بتجيب لي فول، بتجيب لي حاجات، هبقى اوريها لكم ان شاء الله باذن الله. مش عارفه اشكركم ازاي، وكل فيديو ببقى عايزه والله اجيب لكم كلكم شوكولاته، لان انا بحب الشوكولاته، فعايزه اجي لكم كلكم كده واجيب لكم شوكولاته. ربنا يوسع رزقنا كلنا، وربنا يدينا كل الخير وكل السعاده والصحه. اهم حاجه يا جماعه مش بالفلوس والله، اللي داخله تقول ده كلام كذب، ده هو ده اهو حاجتي اللي انا بجيبها طول الشهر، ودي الحمد لله بتكفيني. بس ما اكذبش، هي المكرونه ساعات انا بزود مكرونه، يعني لو الولاد حابين ان هما يعني ال4 اكياس دول مش هما اللي هيكفوني الشهر، لو انا عايزه ازود بروح بقى ايه بشتري كام كيس كده وازود. بس دول العيش والطماطم دي اللي انا هعملها صلصه. اللي بتقولي فين الصلصه، والله هي الصلصه. البهارات انا كنت جايبه قبل كده اول امبارح، فعندي لسه انا ما جبتش بهارات، وساعات بجيب ب20 وب20، بجيب ب20 كمون وب20 فلفل، يعني لما ببقى عايزه يعني مزنوقه في الشهر وخلاص مش قادره اجيب تمن، لان التمن غالي دلوقتي ب40 او ب45. فانا بصراحه ساعات مش بيبقى معايا ان انا اجيب 40 او 45 جنيه، يعني ساعات الواحد بتحكم علينا كلنا ان احنا مش بيبقى معانا فلوس. وجبنا كمان البطاطس، عشان البطاطس دي بقى طول الشهر بقى ممكن تعملي بقى بطاطس سلطه، ممكن تحمريها، ممكن تعملي صينيه اهي برضو اهم حاجه. وطبعا البصل انا عندي باستمرار، كل ما الاقي بتاع بصل اروح اجيب 2 كيلو، اروح اجيب كيلو بينفع. والثوم برضو نفس الحكايه، لما بيبقى ناقص عندي بجيب وبشيل. وربنا يسترها علينا ومعانا يا رب. يا رب كده اشوفكم باحسن صحه واحسن حال. معلش طولت عليكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده. انا اسمي السيده حسن، ما تنسوش بحبكم ومع السلامه.